السلام عليكم. أو بداية كل فيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. رمضان كريم عليكم حبايبي المتابعين والمشاهدين من كل بلاد العربية والأجنبية. طبعا ما بقى شي، رمضان بخير وسلام. حرامات والله حرامات راح يخلص، يعني مش كلش سريع. إن شاء الله يا رب يبلغنا السنة الجاية همينة. حبايبي اليوم جبت لكم فيديو، طبعا هذا سويته بداية رمضان. طرشي الخيار المحشي سريع، يعني خلال يومين استوى. طبعا كلش سهل وطيب. بس في البداية اللي وصل وياي لهنا لإنساني بالشير واللايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد مني. وثاني شي أشكر كل المتابعين اللي سألوا علي خلال هالفترة، لأن كنت كلش مريضة وتعبانة، بس الحمد لله والشكر أزمة وعدت. مثل ما تشوفون الطرش شلونه مقرمش وكلش طيب. وهسه بالمقادير نبدأ وياكم. هنا طبعا دا أقولكم كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم حبايبي. هسه راح نبدي. هنا بالبداية عندي الثوم ثار متناعم، هنا باقة معدنوس مثرومة وكرفس، هنا عندي زنجبيل طازج، وهذا الخيار. طبعا الخيار لازم يكون هيك ناعم وجديد، ما يكون يعني صار له فترة بالثلاجة، لا جديد أول ما تشتريه تسوي. وهاي العلبة طبعا معقمتها بماي حار. هنا بالبداية راح نبدي الخيار، بالبداية نسوي له شرحة بسيطة من الطول للطول، بس نخلي مسافة تقريبا أصبع مثل ما تشوفون بهالطريقة هذه. طبعا عندي على النار أنا خاله بالقدر مي يغلي. راح أسوي هذا الخيار كليته هيك بهالشكل هذا إلى أن أكمل الكمية كلها. طبعا نحضر الملح الخشن لا الناعم، الخشن أحسن ما يسوي عندكم يعني هاي المادة البيضة اللي تطلع أو البكتيريا. ونحضر البهارات مال طرشي، وإذا تحبوها يعني بيها حرورة تحطون وياها فلفل أبيض. هنا أنا عندي القدر مثل ما قلت لكم حمل ماي عندي. هسه راح أضيف للملح 3 أو 4 ملاعق من الملح الخشن. هذا خاص بالطرشي ويكون أحسن، ومثل ما قلت لكم ما يصير بالطرشي بكتيريا. طبعا هذا الماء همين راح استخدمه بعدين. هنا هسه راح اخلي الخيار بسم الله الرحمن الرحيم، واحسب له تقريبا 5 دقائق مو هواية، 5 دقائق مو هواية، وارفعه من المي. هنا ورا ما رفعته وكملته انتظر شوية يبرد. هنا عندي الكرفس راح اضيف عليه سنون الثوم المثرومة. طبعا الثوم يكون طازج، مو يعني مو ايش اسمه يابس او بودرة، لا ثوم طازج يعطي طعم اطيب. وهنا عندي هاي البهارات مال طرشي اشتريتها بعدها بالكيس ما فرغتها، بهارات خاصة للطرشي حسب الكمية. أنا خليت ملعقة، وبعدين هم أنا هسه يعني راح أضيف لها فلفل أبيض مطحون، لأن مثل ما تعرفون يعني اللي متابعيني نحب الأكل شوية بحرورة. إذا ما تحبون بحرورة اعتمدوا بس على بهارات الطرشي كلش كافي. هسه أخلطها كل زين ما يعني تختلط المواد عندي. هنا طبعا محضرة المي ومحضرة الخل الأبيض، الخل الأبيض. إذا تحبون الخل الأسمر خل التمر براحتكم أنتو، بس على مود لا يتغير لونه، بس الخل الأبيض أنا أشوفه أحسن. وهذا المي يكون فاتر، فأنا أخذت المي من سلق الخيار لأن بيه ملح، يعني ما أحتاج أخلي ملح للطرشي.
طبعا المي مو كله استعملته، استعملت كوب خل بكوب مي مثل ما تشوفون من أنا الشرحة مال الخيار. هنا جبت صحن ثاني على مدخل بيه، راح أحشي الخيار بهالطريقة هذه إلى أن أكمل كل الكمية. طبعا هاي الطريقة كلش سهلة ويعني ما أخذت من عندي وقت. خلال يومين استوى عندي الطرشي وقدمناه ويا الفطور. طبعا ما بي ملوحة زايدة على مود يقولوا مثلا يعطش او شي، لا ما خليت بيه ملوحة زايدة، ملوحته كلش طبيعية، لان اعتمدت على الملح اللي بالمي، ما خليت ملح بالطرشي. وهسه راح نكمل الكمية كلها. شلونكم ويا فطور والسحور؟ والله هي يعني الفطور والسحور هم واحد يدوخ بيها، بس احنا نعتمد السحور مالتنا على الألبان، لأن يعني وجبة الإفطار عندنا لغت برمضان، فاعتمدنا على الأجبان والمواد يعني مواد الألبان، يعني الزبد، القمر، الجبن، اعتمدنا بها على السحور، لأن عود واحد يعوض، ونشرب شاي وحليب. والفطور واحد ايش من كان، نعم من الله، الحمد لله والشكر. هنا أنا ما بقى شي، راح أكمل الوجبة الأولى. طبعا سويت وجبتين، هاي الوجبة الأولى هاي العلبة أو الزجاجة اللي راح استعملها، وبعد ما كملت أنا هذه الوجبة وكملتها وشرحتها قدامكم، سويت عندي شيشة ثانية هم سويت فيها وجبة ثانية. سهل وما ياخذ من عندنا وقت، فواحد ليش ما يسوي؟ بالعكس أحسن واحد ما يشتري جاهز من السوق، شي نظيف وعلى ايدنا، والمقادير اللي احنا نريدها بالملوحة وبالحموضة وبالبهارات، شي انا اعتبره صحي، اي شي بالبيت شي صحي. هنا كملت هسه، هاي اخر قطعة ان شاء الله. نسوي العلبة هيك بهالشكل هذا، نميلها وندخل الخيار بهالشكل هذا. الى ان نكملها كليتها، ونسوي بعدين الخلطة الثانية اللي هي الخل والمي بهالشكل هذا، نترسها بنخلي بيها مسافات ابد. هاي بقت عندي هنا أنا وحدة، فقسمتها بالنص ما عليها شي، نخليها لفوق بهالشكل هذا حبايب. هنا أنا بهالكاسة هذه راح أخلي الخل وأخلي المي. أخذت قلاص بقلاص. هنا أنا خليت قليل من الملح، ما خليته هواية مثل ما شفتوا، تقريبا طرف الملعقة، وهمين طرف الملعقة عندي الطرشي، البهارات الطرشي. نخلطه كله زين إلى أن يذوب عندي الملح، على مود أضيفه للخيار. هنا حبايبي قطع الزنجبيل قطعتها وهخليها بين الخيار. طبعا هذا ينطي حرارة، بس طعمه كلش طيب، بس لا تاكلوا ترى حار اللي ما يحب الحرارة لا ياكله. زين حبايبي بهالشكل هذا. هنا طبعا راح اضيف المي، بسم الله الرحمن الرحيم، المي والخل راح اضيفه الى ان تمتلئ امتلاء كامل. طبعا هاي قدح بقدح كلش كفاها العلبة، انتو حسب العلبة اللي عندكم
تعتمدون تضيفون الكمية الخل والمي. أهم شي المي يكون مثل ما قلت لكم يعني دافي أو فاتر. هنا عندي هذا يعني شون قطعة صغيرة من الشبنت خليته فوقها ينطيها طعم كلش طيب. وطبعا نخلي هاي عندي باقي من الحشوة هم خليته لي فوق اللي هو المعدنوس والثوم. وهنا طبعا تخلون كيس بلاستيك او النايلون اللي هو مال حفظ الطعام واغطيه كل زين. وراح اسوي اقلبه بهالشكل هذا على مود شكو هواء يطلع وشكو مواد تخبط وياه. هنا مثل ما قلت لكم سويت الثانية همينة بهالشكل هذا. راح احتفظ بيها هنا على الكاونتر ما اخليها خلال يومين افتحها. وهنا حبايبي ورا يومين وراح نقدم ان شاء الله على الفطور. ومثل ما شفتوا بداية الفيديو طبعا بس راح يعني شلون اطلع لكم اياها عمود تشوفوها. وبعدين راح اقطعها قطع ناعمة واضيفها احطها بكاسات التقديم الصغيرة ما اخليها يعني بهذا البلن بس على مود تشوفوها وتشوفون القرمشة مالتها والاستواء مالتها. هاي خلال يومين فقط، يومين فقط بهالشكل هذا حبايبي. كل سهل وبسيط وطعمه كلش طيب. ومثل ما قلت لكم الملوحة والبهارات والحموضة مثل ما أهل البيت يريدوا مو مثل اللي نشتري من برا. مرات يجي الخل زايد أو مالح كلش أهل الضغط ما يقدرون ياكلوه. فهاي الطريقة يعني كلش عجبتني وإن شاء الله أعتمدها دائما. هسه راح أراويكم القرمشة مالته واللمعة مالته كلش حلو. وهاي الحشوة مالته همينة ببطن الخيار دراويكم اياها. وهنا احبابي هاي نهاية الفيديو مالتي. ان شاء الله عجبكم. لا تنسوني بالشير واللايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد مني. ورمضان كريم عليكم ان شاء الله من العادين. مع السلامة.